بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض العيش البلدي بالدقيق الابيض، وهنعرف كمان مع بعض ازاي نحول الدقيق الابيض دوت لدقيق بلدي او دقيق القمح او الدقيق الاسمر زي ما تسموه. احنا بنقول عليه دقيق بلدي علشان هو اللي بيتعمل بيه العيش البلدي، عشان كده احنا بنقول عليه دقيق بلدي. وهقولك كمان ازاي يبقى طري جدا معاكي زي ما انت شايفة كده. شايفين العيش طري وجميل ازاي؟ خطوة واحدة بس هتعمليها هتخلي العيش طري جدا معاكي كده. وكمان الناس اللي خارج مصر ومش متوفر عندهم الردة اللي هي نخالة القمح، هقول لكم كمان ايه هو البديل للردة او نخالة القمح. وان شاء الله هنعمل مع بعض احلى عيش بيتي في البيت من ايدك باذن الله. وبالنسبه للناس اللي اول مره تشوف قناتنا النهارده، خليكم معايا للاخر علشان في معلومات كتيره جدا هتهمكم وهتفيدكم، وكمان طريقه تسويه جميله جدا جدا وسهله وبسيطه وناجحه باذن الله. هنبتدي كده ونسمي بسم الله. انا معايا هنا كيلو من الدقيق الابيض اللي بيتباع في السوبر ماركت واي مكان. انا جايباه دقيق سايب خالص، يعني مش ماركه ولا حاجه. حطيت عليه معلقه ممسوحه من الملح. تمام كده. هختبر بس الخميره بتاعتي علشان ده كان يعني كيس كان مركون عندي بقاله شويه. فحبيت اختبره الاول قبل ما احطه على الدقيق، لان الخميره لو مده صلاحيتها منتهيه او بايظه هتبوظ لي العجين كله. فنصيحه يعني اي خميره ممكن تحطيها على الدقيق لازم تختبريها كده الاول وتشوفي صالحه ولا لا. طيب هنحول بقى الدقيق الابيض دوت لدقيق قمح ازاي؟ شايفين ده اللي معايا دي رده ناعمه. الرده دي لونها فاتح بس كده شويه علشان دي انا بعد ما بنخل الدقيق البلدي اللي عندي بتطلع منه الرده دي. لكن انت لو هتشتريه هتجيبيه من عند العلاف وتقولي له عايزه رده ناعمه بتاعه الخبيز. انا حطيت عليهم معلقتين وحسيت ان هي لسه محتاجه تاني، هحط كمان معلقتين من الرده الناعمه، الرده اللي هي نخاله القمح. تمام كده. يعني انا حطيت على كيلو الدقيق 4 معالق من نخاله القمح او من الرده الناعمه. انا كده حولت الدقيق الابيض لدقيق بلدي او دقيق اسمر او دقيق القمح علشان نعمل بيه احلى واجمل عيش بلدي او عيش بيتي في البيت بكل سهولة، علشان الناس اللي مش متوفر عندها الدقيق البلدي. الخميرة بتاعتي خلاص كده تفاعلت ولقيتها كويسة. هحطها بقى كده على الدقيق، ومعايا طبعا مية دافية، يعني او اكتر من الدافية كمان شوية علشان احنا في الشتاء، بس ما تكونش سخنة قوي علشان ما تبوظليش الخميرة. المية اللي هنعجن بيها لو سخنة قوي هتبوظ معانا الخميرة خالص وهتخلي العجين مش هيختمر خالص. طيب بالنسبة للناس اللي خارج مصر ومش متوفر عندهم اصلا نخالة القمح ولا الدقيق اللي هو دقيق القمح ده خالص، يبقى هنجيب دقيق ابيض زي ده وهنشيل منه كوباية من الكيلو دوت، هنشيل منه كوباية ونحط بدل الكوباية ديت كوباية من دقيق اللي هو كامل الحبة او الحبة الكاملة. يعني الكوباية اللي احنا هنشيلها علشان بس ما نبوظش المقادير، الكوباية اللي احنا هنشيلها هي نفس الكوباية اللي هنعاير بيها كوباية من دقيق الحبة الكاملة. وكمان نقدر ان احنا نفرد العجين على نفس الدقيق ده، دقيق الحبة الكاملة، بدل الردة او اللي هي نخالة القمح. تمام كده. انا عايزة كل الناس تعمل العيش البيتي او العيش البلدي ده في البيت وما توقفش نفسها على حاجة ابدا. انا كده خلاص عجنت العجينة كويس زي ما انتوا شفتوا كده. حطيت على وشها شوية دقيق وحطيتها في مكان دافي لحد ما اختمرت معايا. وهبتدي دلوقتي اني انا اقطع العيش. طبعا هتقطعيه بالحجم اللي يناسبك واللي يريحك. هنعرف النهارده كيلو الدقيق هيعمل معانا كام رغيف من الحجم المتوسط اللي انتوا شفتوه كده في اول الفيديو. انا في الاول كده قطعت 2 صغيرين، وبعد كده افتكرت ان في ناس عايزه تعرف الحجم المتوسط كده هيعمل كام رغيف من الكيلو. بعد كده كبرت شويه وخدت الاتنين الصغيرين زودتهم عجين، يعني عملتهم كلهم كده بحجم واحد كده، حجم متوسط. عملوا معايا بالظبط 7 أرغفة بالحجم اللي انتوا شفتوه. طبعا الرغيف محمل تقيل ب4 أو 5 كمان من العيش اللي احنا بنشتريه من الفرن. يعني يعني اللي هياخد رغيف مش هيقدر اصلا يكمله. تمام كده. طبعا العجينة بعد ما اختمرت معايا وقطعتها لازم اسيبها حوالي كده ربع او تلت ساعة، لان الجو شتاء، لحد ما تريح معايا او تختمر كمان شوية.
وبعد كده بفرد زي ما انتوا شايفين كده بالنشابة. طبعا احنا جبنا طريقة الفرد كتير وطريقة العجن، بس انا يعني حبيت برضو اني عشان الناس اللي اول مرة تشوفنا تبقى عارفة الطريقة بتاعتنا ماشية ازاي. تمام كده. بعد ما بفرده كده بالمنظر ده لازم تكون ايدي خفيفة جدا عليه، وخصوصا في الوسط كده. اللي بوريكم بس ان انا بشيل الرغيف ازاي وبحطه كده على الصينية. الصينية يا جماعة لازم اسخنها تكون سخنة شوية قبل ما احط عليها العيش. ما تحطيش العيش في الصينية وهي الصينية باردة. دلوقتي بقى الناس برضو اللي اول مرة تشوفنا هوريكم كده طريقة التسوية بتاعتنا، طريقة سهلة جدا وناجحة جدا. للي اول مرة يشوفوا الطريقة بتاعتنا ديت، احنا معتمدينها في كل الفيديوهات بتاعت العيش، وفي ناس كتيرة جدا جدا جربتها وكانت سهلة معاها جدا. طبعا انا بعد ما بفرد العيش او الرغيف لازم اسيبه شوية كمان يختمر، لاني انا وانا بفرده كده فضيت منه الهواء اللي فيه. فضروري جدا ان انا لازم اسيبه كمان شوية بعد ما بفرده، حوالي كده 10 دقايق او ربع ساعة. بعد كده بحطه في صينية تكون سخنة زي ما انتوا شايفين كده على عين البوتاجاز من فوق. اول ما بحس ان هو خلاص ابتدى لونه يتغير من تحت او تقريبا كده استوى، باخده على طول بحطه تحت الشواية بتاعة فرن البوتاجاز. الشواية تكون على نار عالية والبوتاجاز تكون نار متوسطة زي ما انتوا شايفين كده. طبعا هو مش بيتنفخ بالسرعة ديت، انا بس مسرعة الفيديو علشان ما يطولش عليكم. طيب ازاي اخلي بقى؟ انا عايزة بفضل الفه كده زي ما انتوا شايفين، الفه بالصينية كده عشان انا مش عايزاه يبقى احمر من النص بس وابيض من الحواف. انا عايزاه ياخد كله لون كده، لون حلو زي ما شفتوه في بداية الفيديو. فاول ما بيتنفخ معايا كده ببتدي افضل كده ادور الصينية زي ما هتشوفوا معايا كده، علشان ياخد لون من كل ناحية، علشان ما يبقاش ابيض من الدايرة بتاعته والنص بس هو الاحمر. طيب ازاي اخليه طري زي ما شفناه؟ طبعا هو اول ما بيطلع كده تحت الشواية كده بيكون وشه ناشف شوية. هحطه فوق بعضيه وهو سخن، وبعد ما بخلص خالص باخده احطه في كيس كده نضيف، واربط الكيس ده كويس حوالي 5 دقايق او 10 دقايق. بعد كده طلعي العيش هتلاقيه زي الملبن معاكي. خطوة مهمة جدا لازم تعمليها علشان العيش يفضل طري معاكي، لان العيش دوت بيستوي بطريقة مختلفة غير الفرن بتاع الخبيز. احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نخليه بالظبط زي اكنه بالظبط معمول في فرن خبيز. بفضل الفه كده زي ما انتوا شايفين علشان كمان يحمر من الدايرة كده، ما يبقاش احمر من النص بس. وزي ما قلت لكم باخد بعد كده العيش وهو سخن، بعد ما بيطلع بحطه فوق بعضيه وهو سخن. بعد كده بحطه في كيس، بعد ما بخلص العيش كله خالص بحطه في كيس واروح ربط عليه كويس الكيس 10 دقايق كده وبطلعه. بتلاقيه طري جدا جدا زي ما شفتيه كده في بداية الفيديو. انا بس جايبه طريقه التسويح، احنا جبنا الطريقه دي كتير قوي، بس انا حبيت برضو اجيبها واعرف الناس اللي هم اول مره يشوفوا القناه بتاعتنا او يشوفوا الفيديو بتاعنا النهارده. تمام كده. خليكم فاكرين معايا الخطوات ديت مهمه جدا. ممكن تكون بسيطه انت مستبسطاها، لكن هتفرق قوي في نجاح العيش. لازم الصينيه تكون سخنه قبل ما تحطي عليها الرغيف. طبعا بالنسبه للناس اللي هم العيش لو حجم كبير ما بتقدرش او ما بتعرفش تشيله تحطه في الصينيه علشان لسه مبتدئه، يبقى صغري العيش شويه. لو صغرتيه شويه ممكن يعمل معاكي 10 ارغفه او 11 رغيف كمان، لكن بالحجم اللي انتوا شفتوه دوت عملوا معايا 7 ارغفه. طبعا العيش بس لما بيتنفخ بتحسي ان هو حجمه صغير شويه، بعد ما بيطلع وبيبرد بيرجع يهبط تاني وبيدينا الحجم اللي انتوا شايفينه ده. والله عيش في منتهى الجمال، جميل جدا، واللي يشوفه ما يصدقش ابدا ابدا هو مستوي على عين البوتاجاز وتحت الشوايه. شايفين جماله؟ جميل جدا. وكمان لما حطينا عليه الردة بقى بالظبط زي العيش البلدي او العيش البيتي، يعني مش هتفرقيه ابدا من العيش من العيش اللي احنا بنعمله بدقيق القمح. قلنا كده كل المعلومات، ويا رب ما اكونش نسيت اي حاجة. واعذروني لو كنت نسيت اي حاجة، وابعتولي اي حاجة عايزين تعرفوها، انا ما بسيبش اي سؤال غير لما بجاوب عليه. واتمنى الفيديو النهاردة يكون عجبكم، واتمنى تكونوا استفدتوا منه، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.